ايه هي افضل تشكيله يبدا بيها ريال مدريد؟ ركز كده بقى، ركز في الكلمه دي، ماتش مهم. طب السؤال الاهم والاهم، هل اصلا ريال مدريد هيلعب بنفس التشكيله الثابته في كل الماتشات؟ يعني دي حاجه تعقل برضو ان فريق بحجم ريال مدريد يلعب بتشكيله واحده بس هي اللي ثابته؟ اصل كلنا سمعنا ان الونسو بيحب يلعب 3-5-2 وكان بيلعب بنفس الطريقه دي اللي هي نجحت اصلا مع باير ليفركوزن، فاكيد برضو هيفضل ثابت عليها. ده صح، مفيش مشكله في الكلام ده، ولكن لو فاكر ان دي التشكيله الوحيده الثابته اللي هيثبت عليها تشابي الونسو مع ريال مدريد الموسم كله، فتبقى غلطان وفايتك كتير قوي. عشان كده تعالى بقى في السريع كده وركز معايا كويس قوي في اللي هقوله. ثلاث تشكيلات او ثلاث تكتيكات عامه هيعتمد عليهم تشابي الونسو على مدار الموسم، فخلينا نتكلم عليهم من الاقل اهميه للاهم زي ما احنا متعودين، وهنعتمد في طريقه كلامنا طول ما احنا ماشيين هو هيستخدم التكتيك ده امتى وقد ايه اصلا. ولكن معلش بس قبل ما نبدا هفصلك ثانيه، يعني زي ما قلت لك قبل كده انا مش طماع. في اول فيديو طلبت منكم، عملت لكم تحدي ان احنا نوصل اول فيديو لينا على الشانل هنا ل 1000 لايك، وبسم الله ما شاء الله الفيديو وصل ل 1000 لايك في خلال يوم واحد بس. فالاهم من الزياده هو الثبات والحفاظ على مستوانا. خلينا نوصل الفيديو ده برضه ل 1000 لايك ان شاء الله عشان نقدر نوصل للدرع بتاع اليوتيوب هنا في المكان الجميل ده. ويلا نخش في التفاصيل. نبتدي بالاقل اهميه ورقم 3، وهي تشكيله 4-3-3. وسبحان الله، ودي حاجه انت ممكن تستغربها ازاي، ودي التشكيله اللي كان ريال مدريد بيعتمد عليها اساسا قبل كده مع انشيلوتي. وزي ما بيقول المثل كل شيف وليه طريقه، فتشابي الونسو شتان الفرق ما بينه وما بين انشيلوتي. مش بقلل من ده ولا بعلي من ده، بس كل واحد وليه طريقته المختلفه. رغم كده كان تشابي الونسو بيعتمد احيانا على 4-3-3 مع باير ليفركوزن، وكانت احيانا بتنجح، بس هي ليها يعني ماتشات معينه. فاعتقد ان دي من وجهه نظري اقل تشكيله واقل تكتيك هيبتدي يجرب بيهم ان هو يبدا تشابي الونسو المباراه، لان هي تشكيله مش نافعه خالص مع نظام الملكي الحالي. وشفنا تشابي الونسو جرب التشكيله دي مرتين في خلال بطوله كاس العالم للانديه، في اول ماتش قدام الهلال وتاني ماتش قدام باتشو. والحقيقه يعني الموضوع ما كدبش خبر، والاثنين تقريبا فشلوا. اول ماتش فشلت قدام الهلال مش عشان ريال مدريد اتعادل مع الهلال، بالعكس الهلال كان خصم قوي جدا وده بان قدام في البطوله. وتاني ماتش قدام باتشوكا اللي كان بادئ برضه 4-3-3، ولكن الحمد لله على طرد اسينسيو اللي غير كل حاجه في مجريات المباراه، لان هو في اول 5 دقائق برضه ما كانش فيه اي ملامح قويه لريال مدريد. ولكن بعد طرد اسينسيو وخروجه من الملعب تشابي الونسو تقريبا قال لك لا خلاص كده كفايه، خلينا في اللي احنا نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. فبالتالي التشكيله دي اعتقد تشابي الونسو هيعتمد عليها في الماتشات اللي هو عايز يجرب فيها حاجه جديده، او في ماتشات تحضيريه، او ماتش مش مهم مثلا في الدوري او في الكاس. نيجي للتشكيله الثانيه واللي الناس كلها مش مركزه معاها ومش واخده بالها منها، وكله تفكيره على الحاجه الاولانيه بس، لكن للاسف هي نقطه قويه جدا في تشابي الونسو، وهي 3-4-3. خلينا متفقين ان التشكيله دي هي طريقه تكتيكيه هجوميه قويه جدا، ولكنها هجوميه بحت تقريبا. يعني طبيعي ووارد جدا ان انت تشوف اخطاء دفاعيه في التكتيك ده. فباختصار كده التكتيك ده عشان تبقى فاهم من قبل ما نتكلم عن العناصر اللي هتبقى موجوده في الملعب، استحاله تكمل بيه 90 دقيقه، لانها بتجهد اللعيبه بدنيا جدا، خصوصا الليفت ميدفيلدر والرايت ميدفيلدر، لان هم اكتر اتنين بيجروا في التشكيله دي تقريبا. واللي هيبقى معتمد عليهم بشكل رئيسي اكيد تشابي الونسو على كاريراس او فران جارسيا وارنولد، وهنيجي للموضوع ده دلوقتي. يعني بمعنى اصح لو لقيت تشابي الونسو بادئ التشكيله بتاعته 3-4-3 في اي مباراه، اعرف ان هو عارف كويس جدا ان هو نازل يهاجم ويفتح خطوطه. وتاكد بنسبه 90% ان انت مش هتخرج بكلين شيت الماتش ده. وتاكد برضو بنسبه كبيره جدا ان انت من الدقيقه 60 ل 75 ماكسيموم هتلاقي واحد من الباكين ارنولد او كاريراس او حتى فران جارسيا هيخرج في الدقيقه دي، ده لو مش الاثنين هيخرجوا اساسا. عشان كده في وفره في ريال مدريد دلوقتي خصوصا في الباكات، وده اللي كانت النواقص الموسم اللي فات. واخيرا وليس اخيرا، قبل ما نخش على التشكيله المثاليه لريال مدريد واللي في الاغلب هيبدا بيها تشابي الونسو كل الماتشات، خليني اقول لك اللعيبه او الاسماء اللي انا متوقع ان هي تبدا في التشكيله دي، اللي اتمناها كمان اشوفها بالمنظر ده. 3-4-3 اتمنى ان انا اشوف كاريراس بيبدا سنتر باك، وهقول لك ليه دلوقتي. يعني سيبها على جنب شويه، جنبه هاوسن وتشاوميني. تشاوميني اللي يقدر يلعب كجوكر، وفي نفس الوقت بما اني قلت لك ان الخطه دي استحاله تكمل بيها 90 دقيقه، فتقدر لو عدلت في الخطه دي تطلع تشاوميني يلعب كنص ملعب. وقتها هيبقى عندك 4 في نص الملعب، فالفيردي واردا جولر ما اعتقدش في خلاف عليهم، ارنولد على اليمين وجارسيا على الشمال. وهي دي المفاجاه اللي انت ممكن تكون مش متوقعها، ايوه كاريراس وجارسيا الاثنين يبقوا في الملعب وفي نفس الوقت. الاثنين اعتقد وهم في الملعب مع بعض في نفس الوقت ده هيديك توازن ما بين الاثنين في خطه زي دي، اساسا اعتمادها الاول والاخير هجوميا. فما تبقى منزل كاريراس، واحد يقدر يزيد وواحد يقدر لو غيرت في اي لحظه من لحظات المباراه مش هتحتاج تعمل تبديلات كتير، ومش هتحتاج تخرج لعيبه كتير عشان تعدل من شكلك في الملعب. كاريراس عادي جدا يقدر لما تيجي تغير التشكيله دي ل 3-5-2 4-3-3 اي تشكيله عايز تغير لها، كاريراس يقدر يلعب كباك
الشمال وقتها ويتحرر من المدافع الثالث. وقدامهم طبعا في تشكيله هجوميه لازم تكون بتلعب بثلاث مهاجمين، فينيسيوس جونيور وكيليان امبابي وماستانتونو المهاجم او الوينج اليمين الجديد في ريال مدريد. دي العناصر والاسماء المتوقعه اللي انا متوقعها شخصيا، واتمنى اشوفها في خطه هجوميه زي 3-4-3. ولكن الخطه دي في الاغلب عيوبها واضحه جدا، وهي ان انت بتلعب من غير نمره 6 صريح، اعتمادك على تشاوميني كقلب دفاع. ومش تقدر طبعا تخلي تشاوميني يلعب كنمره 6 لان انت كده هتمنع الخطه ان هي تكون هجوميه، لان واحد زي تشاوميني شتان الفرق ما بينه وما بين اردا او فالفيردي في الطلوع بالكوره. وعشان كده هنا يجي رقم واحد والتشكيله المثاليه المتوقع للعالم كله تشابي الونسو الاعتماد عليها اغلب الماتشات، وهي تشكيله متوازنه دفاعيا وهجوميا، وخصوصا لو المدرب بيعتمد عليها كتير وعملها اكتر من مره وجربها اكتر من مره مع اكتر من لعيب، وهي طبعا 3-5-2. 3-5-2 من احدى المميزات لو ما كانتش اقواهم عند تشابي الونسو، وهي ان هو بيقدر ينفذ خطته الهجوميه ك 3-4-3 وفي نفس الوقت بنفس العناصر بتغيير بسيط في الملعب وتكتيك بسيط في الملعب وتعليمات بسيطه للباكين يقدر يخليها متوازنه دفاعيا، على عكس 3-4-3. عشان كده التشكيله دي لسه لحد دلوقتي ما اقدرش اقول لك مين اللعيبه بالظبط اللي ممكن تبدا فيها، ولكن هقنعك بنسبه 100% على كل اسم هقوله لك في الملعب. خلينا متفقين ان قلب الدفاع هو عباره عن 3 لعيبه، هو اساسي منهم هاوسن مش هيتغير. اللي على الشمال ده خلينا نقول لاعبين، وهقول لك ليه لاعبين، وهقول لك ليه كل واحد فيهم ممكن يتغير على حسب باقي اللعيبه، وهم كاريراس وميليتاو. طب ليه مش الاثنين؟ اتقل بقى عليا. من وجهه نظري المتواضعه اتمنى اشوف المدافع الثالث جنبهم هو كارفاخال. ايوه انا مش عايزك تستغرب، معلش استحملني لحد الاخر كده واسمع الكلام للاخر وشوف في الاخر كده بتكلم صح ولا لا. ده هيديك حريه تلعب بنفس التشكيله اللي كان بيلعب بيها تشابي الونسو مع باير ليفركوزن بنمره 6، ما تحتاجش تشاوميني كقلب دفاع. بالمناسبه كارفاخال يقدر يلعب كمدافع ثالث لانه رجله الشمال مش اوحش حاجه في الدنيا يعني، ده غير ان هو لاعب قلب دفاع كتير جدا ويقدر يسيطر على المكان ده، ويقدر خصوصا ان سنه كبر ومجهوده هيبقى اقل، فاعتقد يقدر يعمل نفس الاداء ده كويس جدا عن الباك. لما تخلي كارفاخال كمدافع ثالث وتحرر تشاوميني ان هو يلعب نمره 6 وتلعب بالتشكيله المثاليه في احلام تشابي الونسو، وكمان معاك نمره 6 من غير ما تجيب لاعب نص ملعب، تقدر ساعتها تبدا في نص الملعب بتشاوميني نمره 6 جنبه فالفيردي واردا جولير، وساعتها على اليمين هتقدر تلعب بارنولد وعلى الشمال بفران جارسيا او كاريراس على حسب بقى انت هتبدا. عشان كده سيبنا في المدافع الاولاني اختيارين، بمعنى لو هتبدا بفران جارسيا فكاريراس يبقى هو المدافع الثالث جنب هاوسن وكارفاخال. لو فران جارسيا في اول الموسم ما اثبتش جداره وهتضطر تحطه على الدكه وهتبدا بكاريراس هو اللي في نص الملعب كليفت ميد فيلدر، فتقدر عادي جدا ساعتها تبدا بميليتاو كقلب دفاع ثالث، وفي نص الملعب يجي دور سيبايوس اللي كان هيخرج خلاص، والنادي فعلا عرض ان هو يخرج من النادي، ولكن تشابي الونسو قال لهم لا، هو مش هيعتمد عليه بشكل اساسي، بس خليك عارف ان لو فران جارسيا ما اثبتش نفسه في الليفت ميد فيلدر ان هو يقدر يزيد ويعمل اسيستات ويرفع كور طوليه، فتاكد مليون في الميه ان كاريراس هو اللي هينفذ المهمه دي، وساعتها المدافع الثالث ده هيبقى فاضي لميليتاو ومش هيبقى فيه اي حل غير سيبايوس لحد طبعا ما بلينجهام يرجع من اصابه كتفه بعد 3 شهور. وده الدور اللي هيلعبه سيبايوس، واعتقد مش هيبقى فيه اي حل قدام غير فينيسيوس جونيور وكيليان امبابي. خلينا متفقين ان رايي ده في الاسامي من الحاجات المقترحه والتسريبات اللي كانت طالعه من مصادر كتير جدا مؤكده اسبانيه، مش جايبه من نفسي، عشان ما تجيش تقول لي في لعيبه كتير جدا احق ان هي تلعب في ريال مدريد، خصوصا مع غياب بلينجهام المفروض سيبايوس يبقى اساسي، زي مثلا رودريجو اللي في ناس كتير جدا ممكن تعترض على الكلام ده، تقول ازاي انت مش حاطه كتشكيله اساسيه مع ريال مدريد. بس للاسف رودريجو تشابي الونسو نفى تماما ان هو هيلعب في مركز غير مركزه، يعني بمعنى اصح بنسبه كبيره، غير بقى لو تشابي الونسو مضطر يعني مش هنشوف رودريجو غير وهو بديل لفينيسيوس جونيور. واتمنى لو فينيسيوس جونيور مش في احسن حالاته عادي جدا رودريجو يبدا كاساسي في المكان ده. انا اسف لمحبين فينيسيوس جونيور، بس عادي يعني هو مش عيب يقعد على الدكه حتى لو شوط واحد. انا كده خلصت، اتمنى اكون سهلت لك كل حاجه في وقت قصير من غير ملل من غير سكوت من غير مط في الاحداث، واكون وضحت لك امتى ريال مدريد يقدر يهاجم وازاي وبانهي تشكيله وبانهي تكتيك، وازاي برضه يقدر يدافع، او بمعنى اصح تشكيله تكون متوازنه. لما سالتكم في الفيديوهات اللي فاتت ايه احسن حاجه وايه اوحش حاجه في فيديوهاتنا، كانت في حاجات كتير جدا ايجابيه ودي حاجه فرحتني جدا، لكن من الحاجات السلبيه اللي انا ببقى مهتم اعرفها هي ان طريقه المونتاج بتاعتنا كانت لازم تتطور شويه، فبرضه مستني منكم رايكم لانه هم مهم جدا بالنسبه لي. ايه رايك دلوقتي؟ مش اساسي يكون احسن حاجه؟ ايه ده؟
عشان نقدر يبقى عندنا شغف ونكمل لقدام اكتر. طب انت عايز ايه حضرتك؟ وفعلا مفيش حاجه بتطورنا وبتكبر المشروع ده غير دعمكم انتوا، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل، واشوفكم الحلقه الجايه وفايتك كتير.